الواي بروتين أشهر مكمل غذائي في الجيم وأكثرهم استهلاكا بين الرياضيين لزيادة الكتلة العضلية ولتحسين الأداء في الجيم. عشان أتكلم عن كل حاجة خاصة بالواي بروتين وأحاول أجاوب على أهم الأسئلة اللي إحنا بنسألها عنه، حلقة هتطول مني شوية. فلو أنت على اليوتيوب أنا هنزل الحلقة كاملة على اليوتيوب، لو أنت على التيك توك أو على الانستجرام هحاول إن أنا أقطع الفيديو بحيث إن الفيديو ما يبقاش طويل قوي ويبقى كل موضوع خاص بعنوان لوحده نعرف نوصل له بسهولة، وفي نفس الوقت ما يبقاش الموضوع طويل. ولكن هحط لكم لينك اليوتيوب في البايو بحيث ان احنا لو عايزين نسمع الحلقه كامله على بعضها نسمعها. ايه هي فايده البروتين وايه هي مميزاته عن اي مجموعه غذائيه تانية من المجموعات الغذائيه؟ البروتين بيزود الحرق من 80 ل 100 سعر حراري يوميا، بيساعد في ان الناس تقدر تقلل من سعراتها من 300 ل 500 سعر حراري بسهوله، بيقلل الادمان والشغف للاكل بنسبه 25%، بيقلل شغف الاكل الليلي بنسبه 60%، وده لانه ليه تاثير على الانسولين اقل من النشويات. ده للناس اللي فاكره ان البروتين ملوش اي تاثير على الانسولين والسكر في الدم، هو ليه تاثير ولكن اقل من النشويات. في مرحله التنشيف بالنسبه للرياضيين لقوا ان استبدال جزء من سعراتنا اليوميه بالبروتين بيساعد على ان انا انزل 3.5 كيلو جرام شهريا من الدهون، وطبعا هيزود من بناء العضلات. يعني لو هدفنا ان احنا نخسر دهون ايا كان، هنخس او ان احنا ننشف عضلات، يبقى نزود نسبه البروتين في الاكل بتاعنا. زياده نسبه البروتين مش معناه ان احنا هناكل 24 ساعه بروتين صافي، لا، معناه ان احنا بدل ما ناكل من 10 ل 15% من غذائنا بروتين، هنخلي مثلا 20% من غذائنا بروتين. ويا سلام بقى لو نوعيه البروتين اللي احنا اخترناه عشان نخسر دهون كانت واي بروتين. الواي بروتين المكمل الغذائي للرياضيين او البروتين باودر اللي بنشوف بيستخدموه في الجيم وكتير الرياضيين بيستخدموا الواي بروتين. ايه هو اصلا الواي بروتين؟ الواي بروتين او شرش اللبن او مصل اللبن. عارفين الميه اللي بتكون على وش الزبادي لما نركن علبه الزبادي شويه، اللي هو الجزء السائل من الحليب اللي بينفصل عنه اثناء عمليه تصنيع الجبنه، هو دوت الواي بروتين. اوعوا ترموها، لازم تشربوها لانها مفيده جدا. وتعالوا اقول لكم اصلا ايه فايده الواي بروتين. الحليب البقري فيه نوعين من البروتين، بروتين الكازين وده تركيزه 80% من اللبن، والواي بروتين وده تركيزه 20% فقط من اللبن. لما بنفصل الشرش عن الحليب وبيتجفف الجزء دوت بيكون عندنا الواي بروتين بطريقه طبيعيه وصحيه وما بيبقاش فيه اي مشكله. الواي بروتين بيحتوي على كل الاحماض الامينيه الاساسيه ودوت بيبقى موجود في اي بروتين حيواني، ولكن الفرق ان الواي بروتين بيحتوي على الاحماض الامينيه المشبعه بشكل اكبر اللي هم الليوسين والايزوليوسين والفالين، ودول مهمين جدا وليهم فايده عظيمه بالنسبه للرياضيين وبالنسبه للنمو. كمان سهل وسريع الامتصاص اكتر من اي بروتين تاني، يعزز نمو العضله وكبر حجمها بشكل اسرع. وعلى فكرة الواي بروتين هو المكون الأساسي لحليب الأم بحوالي نسبة 60 ل 80%، وده لأن حليب الأم هو غذاء للنمو. عشان كده بنقول لو استهلكنا واي بروتين أعلى فإحنا بنعزز نمو العضلة ونمو الجسم بشكل أسرع من أي بروتين تاني. عملوا دراسة تبين أفضلية الصويا بروتين ولا الواي بروتين، لقوا إن الواي بروتين أفضل في النتيجة النهائية في حجم العضلة وفي النمو أكتر بكتير من الصويا. عملوا مقارنه ما بين الكازين والواي بروتين، لقوا ان الواي بروتين اسرع في النتائج كتير من الكازين، ولكن بعد فتره من الزمن بيكون النتائج النهائيه متقاربه. يعني لو عايز تشوف نتائج سريعه وتقدم افضل هتستخدم الواي بروتين عن الكازين. انواع الواي بروتين اللي موجوده في السوق وازاي اختار الواي بروتين المناسب ليا. في 3 انواع من الواي بروتين موجودين في السوق: واي بروتين كونسنتريت، واي بروتين ايزوليت، واي بروتين هيدرولايز. كونسنتريت او الواي بروتين المركز، ده نسبه الواي بروتين بتكون فيه من 70 ل 80%، ده بيكون معاه سكر الحليب اللي هو اللاكتوز وبيكون معاه كميه من الدهون، عشان كده سميناه كونسنتريت. ما حصلش فيه عمليات تصنيع كتيره فبالتالي بيكون محتفظ بقيمته الغذائيه وبيكون محتفظ بطعم افضل وبيكون مقبول طعمه شويه، هو الارخص والاكثر استخداما والاكثر قيمه غذائيه. تاني نوع الايزوليت، وده اسمه ايزوليت لانه مفصول عنه اللاكتوز اللي هو سكر اللبن، وبيكون تركيز الواي بروتين فيه حوالي 90%. رغم ان تركيز البروتين اعلى، ان بسبب عمليات الفصل اللي حصلت ديت قلت القيمه الغذائيه الطبيعيه لشرش اللبن. للناس اللي بيبقى عندها مشاكل في الجهاز الهضمي او الناس اللي بيحصل لها القولون بيقوم عليها وبيحصل لها مشاكل وعسر هضم بسبب الكومبيتيشنز، بسبب ان هم بيدخلوا المسابقات وبيحصل لهم توتر من الرياضه، فدول افضل حاجه ليهم الايزوليت، خاصه لو عندهم اصلا مشاكل في هضم سكر اللبن اللي هو اللاكتوز. تالت نوع عندي اللي هو الهيدرولايزد، واسمه هيدرولايز لانه دخل في عمليه تصنيع
شبه مهضوم، فبيكون اسهل واسرع كتير في الامتصاص من النوعين الاولانيين اللي اتكلمنا عليهم. ولانه اسهل في الهضم ولانه بيمتص بشكل اسرع، فبيعمل حاجه اسمها انسولين سبايك، بيجنن الانسولين فبيرفع سكر الدم مره واحده. النوع الاول هيكون افضل ليك لو انت في مرحله تضخيم وما عندكش اي مشكله مع سكر اللاكتوز ولا عندك اي مشاكل في الجهاز الهضمي، فالنوع الاول هيكون افضل لانه ارخص واعلى قيمه غذائيه. عندك مشاكل في الهضم وعندك مشاكل مع سكر الحليب اللي هو اللاكتوز، يبقى طبعا افضل ان انت تاخد واحد من الاثنين، يا الايزوليت يا الهيدرولايز. عندك مشاكل في سكر الدم، الافضل ان انت تبعد عن الهيدرولايز وتخليك في واحد من الاثنين الاولانيين اللي هما الايزوليت او الكونسنتريت. جرعه الواي بروتين بتكون من سكوب ل 2 سكوب، السكوب ده اللي هو المكيال بتاعه دوت، السكوب الواحد بيعادل 25 جرام بروتين. اقدر ان انا اخد سكوب او 2 سكوب في اليوم بعد التمرين مباشرة، وفي الأيام اللي أنا ما بتمرنش فيها أقدر إن أنا أخده في وقت الإفطار صباحا. الواي بروتين هو مكمل غذائي، وطالما قلت مكمل يعني أقدر أستغنى عنه وآخد احتياجي كامل من المصادر الطبيعية من الواي بروتين واستغنى عن أي مكمل غذائي. أتمنى يكون كل حاجة بتدور في دماغنا عن الواي بروتين جاوبنا عليها في الحلقة ديت. لو عندك أي سؤال عن الواي بروتين أو أي سؤال عن أي حاجة خاصة بالرياضة أو بالتغذية اكتبها لي في كومنت وأنا هرد عليك، ونقول سلام.